السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كثير من الناس كيقولوا لي انت عشابه، ولكن دايره علينا بزاف غير الطبخ. انا عايشه معكم حياتي اليوميه، يعني اي حاجه كنديرها كنوريها لكم. فعلا الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. نبقاو نصوروا لكم اعشاب، يعني راكم عارفين الانسان حاليا راه ملي كتكون شي طلب ولا شي حاجه راه كنشاركو معاكم، ولا كنكون باغا نصايب شي حاجه كنشاركها معاكم لراسي انا ولوليداتي. اما يعني هكا باش اليوم عاد بديت ان شاء الله نبدا معاكم وصفات طبيعيه اللي غادي تنفعكم وتنفع وليداتكم وتشوفوا العشابه داكشي اللي تتصاوب ان شاء الله. عندي لكم هنايا اعشاب ليقه يعني هي غتجيكم غريبه شويه، ليقه النحافه وليقه السمنه، يعني غتجيكم غريبه، ولكن انا نشرح لكم. تبعوا الفيديو، راه ماشي زعما بالتجريب، وتبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا. عندنا هنايا بسم الله، عندنا هنا حب العزيز. الا كتسمعوا بحب العزيز هو هذا، لا عنده شي اسم اخر انا ما عارفاش. عندنا إلان، ولقي الحاجه اخرى هي فقر الدم. فقر الدم تزيدوا عليها حاجه واحده هي الفواء وتطلق لفقر الدم. عندنا هنايا كما قلنا، هنا عندنا إلان راني قليتو. حب العزيز ما كنقليش لانه هو المذاق ديالو بحال اللوز. هنا عندنا السوجه، دخلتها للفران نتوما كتشوفوها مقليه. عندنا هنا الحلبه بلديه، باقي انا غادي نصاوبها، غادي نقيها، ما غاديش نقليها. وعندنا هنا البكبوكه اللي هي نتوما كتشوفوا كيفاش دايره البكبوكه، دايره على هذا الشكل نتوما هكا. وعندنا زريعه الفصه والزلجلان. وعندنا القوفيه اللي هي كتصاب بالذره. غادي نوريكم كل شيء وان شاء الله خليكم معايا باش نوريكم الطريقه ونعطيكم كيفيه الاستعمال. كيفاش العشابه غتسائلوا مع راسكم كيفاش غادي نستعملوها النحافه والسمنه في ان واحد. يعني خليكم معايا، تبعوا الفيديو باش نوريكم كيفاش تستعملوهم. وانا هاد الناس اللي غنعطيهم ليهم باغينهم هما السمنه، وكاين الناس اللي باغينهم النحافه. وكتشوفوا تبارك الله راني صيبت بزاف ديال الاعشاب، وباقي غنصيب وحدين اخرين دابا معاكم. وخليكم تبعوا معايا الطريقه كيفيه الاستعمال ان شاء الله. خليكم معايا. الكوفيه القليل اللي غادي يعرفها، واكيد الناس راه الكوفيه صحراويه، يعني هي من الصحراء المغربيه. كيصيبوها الناس في الصحراء، وكاين اللي كيصيبها في الدار اللي محترف. وانا مصاوباها في الدار وخليت جبتها معايا البارح باش نوريكم يعني كيفاش كتستعمل هاد الكوفيه اللي غنستعمل انا مع هاد الاعشاب اللي انا دابا حاليا غادي نوجدهم ونوريكم. هاد الكوفيه عباره عن ذره، وهاد الذره كنستعملوها. كتعرفوا داك الحمص اللي كيكون مسوس كيتباع عند مول الحمص، كيتصاوب بواحد الطريقه، يعني كيتفزق وكيتفور وكيتنشف، يعني كيتنشف وكتقليوه وكتحطوه، يعني ملي كتاكلوه كيجي طاب في الفم. هذه هي الذره اللي كنديروا ليها نفس الطريقه، غير هي كنديروها بالاعشاب. مثلا مني احنا غنفزقوها في المطيب، انا كنفزقها في المطيب، كنديرها تقريبا فوق العواد في سميتو في شي قدره ديال هذا، تنخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيغلى داك الماء. كنضيف معاها اعشاب منسمه، يعني كنضيف معاها شي اي حاجه بغيت نلوحها معاها منسمه، كنلوحها معاها اللي هي مزيانه، مثلا بحال الفوا، نضيف عليها شويه الحماص، نضيف عليها بزاف ديال الاعشاب اللي هما كيخليو هاد الكوفيه كتجي بنينه. وتجي بهذه الطريقه كنلوح معاها ورقه ديال القرفه ولا جوج،
وكنلوح معاها العصف ديال التمر اللي هما راكم عارفين الفوائد ديالو، وكنلوح معاها شي 7 ديال التمرات وشويه الزبيب صافي، وتنلقحها وتندير معاها كاس ديال تقريبا انا بالطريقه ديالي. اما هما اللي كيتباع هكا لا، اللي كتباع هكا ما كيديروهاش، كيديروها قوفيه كل وطريقته باش كيصايبها. كندير فيها انا هادو وكنشدها وكنفورها، نفورها 3 ديال الفورات يكونوا مزيانين، يعني كنفورها ونحطها اليوم وتبات في داك الماء فاش تفورات، ونعاود نصفيها ونفورها في داك الماء فاش تفورات، ونعاود نصفيها ونفورها في داك الماء فاش تفورات. صافي كنشدها كنحطها يعني كنيبسها تقريبا واحد 3 ايام، كنقليها وكنطحنها على هذا الشكل. واللي بغى يشريها جاهزه راه كتكون زوينه، غير انا الطريقه ديال باش جاهزه ما عارفاش، المهم ولكن حتى هي صحيه وبنينه كيبغيوها الدراري الصغار والكبار. انا هاد الطريقه باش كنصايب يعني حتى الحمص، اي حاجه بغيت نصايبها لفقر الدم بحال الفول بحال اي حاجه كنصايبها بهاد الطريقه، وحتى العدس حتى هو، يعني العدس حتى هو الا بغيتو لفقر الدم كنصايبو بهاد الطريقه هادي. وان شاء الله من يكون الوجبه باش غنصايب شي حاجه ديال فقر الدم، شي واحد عنده فقر الدم حاد، من يكون شي حاجه غادي نخليكم معايا باش نصايب هاد الوصفه هادي ان شاء الله، ونخليها لكم في صندوق الوصف، ولا تبعوا معايا دائما تبعوني باش كل حلقه ان شاء الله غنبقى نشارك معاكم فيها الاعشاب باذن الله. الاعشاب ديالي انا كندخل فيهم هاهما شاركوا معاكم. المهم اخوتي انا طحنت غير القليل دابا، باقي ان شاء الله باش نوريكم الطريقه اشنو درنا وكيفاش غنستعملوا هاد الاعشاب هادو لجوج حوايج. العشابه قالت لنا كيليقوا للنحافه وفي نفس الوقت السمنه وحتى الفقر الدم، يعني هادو 3 في واحد ان شاء الله. عندنا هنايا طحنا الاعشاب ديالنا كلهم حطيناهم هنا، كنشدوهم كنديروا معاهم العسل الزمزمي مثلا، العسل الزمزمي، وكنديروهم في قريعات بحال هادو نتوما كتشوفوا هكا بهذه الطريقه. ولا بغيناهم الدراري الصغار كنزيدوا عليهم حبوب اللقاح، نتوما كتشوفوا حبوب اللقاح راه معروفين، حبوب اللقاح كنخلطوا كلشي كنحطوهم كما قلت لكم في قريعات. الا حنا بغيناهم للسمنه كناكلوهم بعد الاكل بنص ساعه، بعد الاكل بنص ساعه باش يهضموا لينا. ولا بغيناهم للنحافه كناكلوهم قبل الاكل ب10 دقائق، وكنشربوا عليهم الماء بزيت، يعني كنشربوا عليهم تقريبا نصف لتر ديال الماء ولا ربع لتر ديال الماء، كناكلوهم بلا عسل، يعني كناكلوهم ناشفين، نشدوهم وناكلوهم ناشفين. هذه هي الطريقه ديال الاعشاب ديالي اللي بغيت نشاركها معكم. المهم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم زوينين. واي حاجه بغيت نشاركها معكم غادي نشاركها معكم، يعني بهاد الطريقه هذه كتستعملوهم. حطوهم في سطيل، يعني حطوهم في سطيل ولا في شي حاجه، اللي بغى يدير كيلو ولا نص كيلو ولا رابعه، يعني يجيب شويه شويه تقريبا يجيب واحد شويه. وبالنسبه للذره راه يمكن لكم تستغناو عنها بدقيق الشعير، يعني على شكل زميطه، على شكل زميطه، او تقليوه غير نتوما وطحنوه وتستعملوه مع الحلبه وتحطوه مع هاد الاعشاب. راه لايق يعني الذره كتكون شويه صعيبه في الاستعمال ديالها، والشعير تيكون ساهل تقدروا تنبتوه مع الحلبه، تقدروا بزاف الفوائد ديال الشعير. غادي ان شاء الله خليكم معايا، غادي دائما غنبقى نشارك معكم بانكم تطلبوا مني هذا الشيء، علاش حتى انا قررت باش نولي نشارك معكم كل شيء. المهم الطريقه النهائيه ديال الاعشاب هي هذه، انتم كتشوفوا كنديروهم على هذا الشكل. واللي بغاهم كما قلت لكم النحافه كنخليهم ناشفين يشرب معاهم الماء، يزيد عليهم الذره كما قلت لكم، ويزيد عليهم حبوب اللقاح، ويعطيهم للوليدات الصغار ويعطيهم حتى للكبار، لان كلشي دابا ولا مع هادشي ديال
الماكله الزنقه وهادشي كلشي ولا دابا كتلقى عنده مشكل ديال السمنه. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.